النهارده هنعمل حاجه غريبه جدا. محمود صديقي ملوش لا في التاريخ ولا في الاثار، ولكن هو بيحب التصوير وبيحب المزيكا والمزيكا القديمه كمان. قلت له طب ما تيجي معايا النهارده في جوله حوالين السيده زينب، افرجك على اماكن جديده، يمكن دماغك تتغير شويه وتلاقي اماكن جديده حلوه للتصوير. انا لقيت محمود منزل ستوري دلوقتي على انستجرام وعامل لي فيه منشن ان هو جاي معايا. هتحرك إن شاء الله، هروح لمصطفى عطا، مصطفى قمري اللي يعرفه، وأحاول أسيب اسمه أو الهاشتاج بتاعه. مصطفى أشهر حد في مصر حاليا بيعمل محتوى تاريخي على اليوتيوب وعلى الانستجرام، على كل البلاتفورمز. الفكره كنت فاكرك مش جاي، بس شفت الستوري بتاعك على الانستا. لا لا، لازم نجلس ازاي بقى. يلا بينا. يلا فاهلا بيك. السيدة زينب تحية. ما تيجي نمشي مصر كده، نبتدي اليوم بتوقع عشان نعرف يبقى فينا حل للف. خد يا محمود. بقول لك انا بوصل لك الفيديو، اخر فيديو كنت وانت بتناولني الكوبايه. انت تكتشف وانت بتنزل. بص احنا دلوقتي المفروض ان احنا هنروح جامع السيده زينب، بعدين هناك هوريك هنروح فين. انا مش عارف، انا جاي اصور بس. وايه ده مصطفى؟ مش عارف تفتكر ايه؟ ده اسمه مقام سيدي ابو الريش. ده كانوا زمان يجيبوا العيال الصغيره اللي تعبانين ويقعدوه على حماره ويخلوه يلف حوالين المقام عشان لو الواد تعبان يعني. طب وكان بيخف؟ فاهم ايه؟ كان بيخف؟ ما اعرفش بقى. عايزين نعرف الموضوع ده. كان من هنا طلعت كلمه يا ابو ريش ان شاء الله ضعيف. ابو ريش ان شاء الله. انا بسمع عنه من زمان. بيعملوا اللجنه بعد مول السيده. بعد مول السيده عشان تعالي بعيد المهم هناك يلا كده نروح المقام. يلا. لازم ماشي الف شكر. هو احنا مش هناكل ولا ايه؟ هناكل؟ هناكل ايه؟ هناكل يا اسطى. طيب هناكل ايه؟ يعني هناكل، بس احنا لسه نازلين يا محمود، احنا لسه في اول مش عارف، انا جوعت. احنا لسه في اول الجوله يا محمود. انت شفت بتوع البصمه جوعت. انا المطاعم شكلها حلو. بص هو معروف ان منطقه السيده زينب يعني فيها مصامت كتير جدا، يعني اشهر ناس بتوع مصامت ومش عارف ايه، بجه بقى وبحه وحبايب السيده تمام. هناكل يعني. طب يعني حسسنا ان احنا عملنا حاجه الاول. طيب ماشي، لف لفه الأول. هناكلك والله، هناكل، هنروح اماكن حلوه، استنى بس نروح كده مكانين ثلاثه وبعدين ناكل. مبسوط يا حوده؟ مبسوط بقى. بجد؟ احنا جينا بقى عند جامع السيده زينب اللي ورانا ده. تمام. تعالى بقى اوريك القصه كلها بتاعته. تمام. والبلد يعني على فكره هتصدق الجامع ده لغايه النهارده احنا ما نعرفش هو اتبنى امتى. هي جت هنا مصر بعد موقعة الغرب. تعالى احكي لك قصه ما كنتش جوه الجامع عشان يلا ده الجامع الجديد، القديم كان جوه. ايوه الناس طبعا محمد الف شكر حبيبي. الدنيا حر قوي. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رضي الله عن سيدنا الأصحاب هذا المقام. عند الجحش اشهر حد بيعمل اكل فول وفلافل في السيده زينب. كده كان معايا جروب كبير قوي، لقيت الراجل واقف بيقول اهلا بيكم في الزريبه. اه والله، حتى هو حاطط جحش هناك اهو، فاهم. صباح الفل يا باشا، ارفع يا عم الجحش طعميه وصوابع سخنه يا جحش. الباشا الفول الزيت الحار الجميل، صور يا باشا الجحش براحتك. يا صباح الفل يا سعاده الباشا، ارفع يا عم الجحش طعميه سخنه معاك وصوابع سخنه. ايوه يا باشا، مضاد حيوي الجحش يا سعاده الباشا. تسلم ايدك. طماطم مخلله يا فندم.
باذنجان مخلل يا باشا بتاع الجحش الجميل منور يا باشا. الجحش عارف أقول لك إيه الجحش صغير ايديه معاك. ارفع طعميه وصوابع سخنه يا عم. مبسوطه دي؟ مبسوط يا حوده؟ انا مبسوط جدا ونفسي اتفتحت بعد الكلمتين اللي هو قالهم. يلا بينا هناكل بقى وبعدين نرجع لكم. ده ايه المكان ده؟ عايز اقول لك على حاجه، انت عارف انا كنت باجي هنا دايما اه مش بعرف اصوره عشان كان بيبقى في ناس هنا فرشين هدوم وحاجات بيبيعوها، بس الحمد لله دلوقتي شالوهم تقريبا، ودي حاجه لطيفه جدا. اسال بقى ايه السؤال المهم. ده سبيل الميه ولا ايه؟ اه تعرف تقرا النص اللي مكتوب ده؟ لا مش عارف. اقرا كده. غيره سلطان بن مش عارف اه. بص ده النص التأسيسي بتاع المكان، تمام؟ التفاصيل يا جماعه اللي في الباب مرعبه. النقش اللي على العمدان ده خطير جدا. يعني كل ما بنشوف حرفيا محل قصب يقول لي اقف انا عايز قصب. اضحك عشان اطلعك من الفيديو. خد يا حوده. تسلم يا صديقي. حرفيا دي كوبايات القصب رقم 37,000 اللي نشربها واحنا لسه في اول الجوله اصلا، لسه عند جامع السيده زينب. هي الجوله صعبه شويه النهارده علشان الجو حر مصطفى بقول لك، عايز ايه؟ هو البيت ده بتاع ايه؟ اي واحد. البيت ده اللي في الدار ده؟ اه ده مش بيت يا احمد، امال ده ده ايه؟ سبيل. اه عايز تعرف ده بتاع ايه؟ تعال يا ريتني ما قلت لك. تعال اوديك. طب بعدين طيب. ايه؟ بعدين طيب. في شمس هناك الدنيا حر. يلا بعد. طيب يلا بينا. راح اوريه السبيل اللي هناك ده عشان محمود صاحبي وما ينفعش ايه اقصر في حقه. انا غلطان. مبسوط يا حوده؟ مبسوط يا حبيبي. ده اسمه سبيل الست صالح. اسمه ايه؟ سبيل الست صالح. اه هو ده. ده مكانه ما كانش هنا اصلا، كان مكانه في حته ثانيه وبعدين نقلوه. ده عيب، ولما تنزل مع حد اصلا بيحب التصوير، يعني هو من بعيد شاف المكان قال لي لا مش عارف ايه لسه هروح. بقالنا هنا حرفيا مثلا داخلين في ساعه الا ربع، ماسك حته عمال يصور فيها، مفيش فايده. بص محمود احنا هنمشي امتى؟ هو مش سامعني اساسا، هو حرفيا مش سامعني. انا مش عارف هو بيعمل ايه، بس ما علينا، هو اكيد بيعمل حاجه مهمه جدا يعني. عايزين نمشي يا عم، الشمس كلام ده، انت مش كنت تعبان من شويه من الشمس وعصير قصب وهموت ومش عارف ايه؟ ما دام جينا بنصور. مبسوط يا حوده؟ مبسوط يا حب. ثانية مبسوط يا حوده؟ ثانية واحدة. عايز ايه؟ ثانية بس ناس التيشيرت بتاعي بعدين. ايه؟ عشان الكاميرا شبرت. ايه؟ التيشيرت بتاعي. يا اسطى طب معلش خد كده الموبايل صور انت انا مصورك انت بس. يا عم صور. انا مش عايزك تصورني يا عم. ده تحذير لاي حد بينزل معايا جوله وما بيحبش الاثار والتاريخ، خد بالك عشان احنا هنمشي كتير قوي 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 قوي. في العادي بحب دايما الجولات بتاعتي تكون في وقت ما فيهوش شمس، يعني اما الصبح بدري قوي يا اما بعد العصر، ولكن النهارده علشان احنا نازلين نصور والظروف ما ظبطتش قوي مع محمود، فاحنا للاسف اتقابلنا بعد الظهر، تمام؟ ففي عز ما الشمس موجوده وبيحتفل بيا فبيعذبني في الشمس. مش عارف ليه. بالظبط. حسبي الله ونعم الوكيل. كان فاضل
بس يدوب نلبس طوب الدنيا توه عنك، لكن قلبي المغلوب بخاف لا يدوب في ليالي الشوق بعدك، وما بين كده أو كده مش مرتاح أنا، خليني بقى كده يمكن الهنا متداري في صبري عليك. من امام سبيل الست صالحه مع النجم محمود هنا. هو مصور يا جماعه على فكره الراجل ده، وموسيقار كبير جدا بيغني وبيلعب مزيكا، ف شجعوه النبي شجعوه. عشان بص وشه، والله وشه احمر بجد، والله وشه احمر، والتيشيرت بتاعه يعني كله بقى ميه وبتاع. تنزل معايا جولات تاني يا حوده؟ لا بجد؟ لا خالص، يعني ممكن بالليل فاجئتني. ممكن بالليل انا قايل لك ننزل الساعه كام؟ يعني، لا بالليل بس. انا كنت قايل لك امتى؟ قلت لي الصبح بدري قوي. قلت لك الساعه 7 الصبح. اه مشكلتي، انا مش مشكلتي بقى. بص احنا عندنا دلوقتي يا اما نروح ناكل صوبيا عند الرحماني. ناكل صوبيا. يعني ده اختيار انا سايبه لك. صوبيا بتاكل؟ عمرك اكلت صوبيا قبل كده؟ لا. طب يلا بينا. ما اعرفش اشرب صوبيا، ما اعرفش اكل صوبيا. اعلان ببلاش لصوبيا الرحماني. ده المفروض جامع اسمه تمراز الاحمدي، ده اتبنى في العصر المملوكي، بس الغريب في الجامع ده ان في جوه مقام لواحد اسمه بهلول، واهل المنطقه هنا بيقولوا ان بهلول ده اخو هارون الرشيد. الفكره ان هارون الرشيد اصلا كان في العصر العباسي، وتمراز كان في العصر المملوكي، يعني ده في عصر وده في عصر. مين بقى اللي موجود جوه ده انا ما نعرفش. المهم ده الجامع ده اتبنى، اللي بناه امير مملوكي اسمه تمراز الاحمدي، وده كان عايش ايام قايتباي. محمود بما اننا في اخر الجوله، يعني انت قول لي كده اسم مكانين من الاماكن اللي احنا رحناها النهارده. رحنا جامع السيدة زينب ورحنا السبيل. وهنا مقام سيدي ترمذ الاحمدي. انبسطت؟ انا انبسطت جدا بجد؟ هتكرر الموضوع ده تاني؟ هكرر الموضوع ده تاني، بس يبقى في درجه حراره مختلفه وتوقيت مختلف عن وقت الظهر ده، عشان ما يبقاش صعب قوي كده عشان الحراره. انا جولاتي دايما يا اما بتبقى 7 الصبح او 8، يا اما بعد العصر، عشان بس نبقى واقعيين، عشان انا بتفرهد بسرعه في الشمس. معلش. فرحت بالاكل، الاكل كان حلو. الاكل كان جامد جدا. شربتك قصب كتير انا. القصب ده كان ضروري عشان يعوض كميه الميه اللي احنا فقدناها النهارده. طب ممكن تقول لهم يعملوا سبسكرايب؟ يا ريت تعملوا سبسكرايب، يعني لازم تكون عملتوا اساسا سبسكرايب، لان المحتوى محترم ولطيف، وانا انبسطت جدا النهارده. شكرا، نشوفكم في فيديوهات جايه. سلام.